شو المشاكل اللي انتم ممكن تعانوا فيها بالشركة من التعامل مع هذا العدد الكبير من الأشخاص؟ فهذه النسبة هي أثرت سلبيا على صاحب العقار. أن أسعار العقارات مرتفعة إلى حد مبالغ فيه. سبب ارتفاع العقار ارتفاع الأراضي. هل يستخدم معظم الناس الرهن العقاري من أجل شراء عقاراتهم؟ فلا بد يكون في تصحيح أولا في أسعار العقار حتى يصدر الرهن العقاري في وقت مناسب. هل أنت مع الشركات العائلية وهل بتعتبرها تجربة ناجحة؟ سوف تعمل لخدمة المواطن، لما لا؟ هل يصلح العطار ما أفسده الدهر؟ هكذا قفز التساؤل بذهني بأني أعود إلى سوق تمويل المساكن بريقه. هل يمكن؟ هم لو خفضوا 30% معناته اعترفوا بأنهم أخطأوا. صحيح. فهم قالوا لا نخفض 15%، نقول ايش؟ نستدرك ما عملناه. كيف برأيك أنت ممكن تنحل معنا أزمة السكن في المملكة؟ أزمة السكن هذه من زمان، يعني في قديم، فالقديم بيتغير في سنة سنتين صعب.